السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير أحبتي المتابعين، ونروي لكم اليوم أو نحكي لكم قصة فيها العبرة والفائدة بمشيئة الله. يحكى أنه كان هناك خياطا عجوزا طيب القلب، يقنط ويسكن مع قرويين، أي تقريبا بقرية يعني، وكان يخيط لهم جميعهم الأقمشة التي يحتاجونها بسعر معتدل يعني غير مكلف، يراعي ظروفهم. وفي ذات يوم دخل عليه أحد القرويين وقال له: إنك لا تساعد الناس وتساعد المحتاجين، والجزار لا يملك نصف ما تملكه أنت، ومع ذلك يعطي القرويين اللحم مجانا. أجابه الخياط طيب القلب بأن الله هو من يحاسبنا ولا تعلم أنت النوايا، وأن الله هو من يحاسبنا على المال وكيف أنفقناه. خرج مستاء هذا القروي غاضبا، يخبر كل من يقابله من القرويين الآخرين أن هذا الخياط العجوز بخيل ويحب المال كثيرا. طبعا بعد شهر مرض هذا الخياط، وبعد فترة مات. لم يحضر إليه في مرضه ولا في جنازته أي أحد من القرويين. وبعد شهر توقف الجزار عن إعطاء اللحم القروي مجانا. فسألوه: لماذا تغير حالك؟ قال: أنا لا أملك فلوس اللحم ليوزعه مجانا، كان هذا الخياط هو من يعطيني المال ليوزع هذا اللحم مجانا كل شهر، والآن مات وليس هنالك من يدفع الأجر اللحم يوزعه مجانا. لذلك نحن علينا بالظواهر ولكن لا نحكم على السرائر، ندعها لله سبحانه وتعالى هو من يحاسب عليها. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.